نيهونو اسكندنافيو ستيرو ده يعني ستايل ياباني اسكندنافي بس بالياباني، عشان انا بحب الياباني، عشان كده قلت لك نيهونو اسكندنافيو ستيرو. موضوع شرح نفسه. اليابان دي نتيجة جواز صالونات بس ناجح جدا بين حضارتين ناجحين جدا، وابنهم طلع انجح وانجح. تفتكروا اتكلمنا قبل كده عن الوابي سابي وازاي اليابانيين كانوا بيشوفوا الجمال في النقصان ويبصوا للرمزيه بتاعه الحياه وحلاوه الخامات الخشب. ساعتها قلت لك نيهونو اوريجينال ديزاين ديس. وفي اسكندنافيا اخويا ابراهيموفيتش واخويا هالاند قالوا لك احنا بنهتم بالحياه العمليه وان البيت يكون دافي والاضاءه تكون كويسه ويريحنا من التلج اللي بره. الدغري الاثنين واضحين والاثنين هدافين. اليابان دي بقى خد من الاثنين احسن ما فيه. خد من الياباني الهدوء الصارم الياباني على الراحه الاسكندنافيه المبهجه. خدنا الحلو من هنا والطناع الحلو من هنا، طلع لنا الجواب. كل قطعه في بيتك لازم يكون لها مهمه محدده، ما ينفعش تكون للزينه فقط، الا اذا كانت تحفه فنيه طبعا هو يعني جباره برقم وقدر. الخامات هنا هتلاقيها عامله زي الفطار الصحي بتوع الشباب بتوع الجيم بتوع كمال الاجسام. الوان هاديه، ابيض بيج كريمي، ومعاهم شويه اسود ورمادي لزوم العمق. خشب طبيعي بتلاقيه فاتح يا متوسط، وما بتلاقيش فيه شغل فرومايكا ولا تنجيد اوفر. الفرنتشر او الاثاث هنا بيكون منخفض واقرب للارض علشان تشوف ان ال 30 سم اللي هتنزلهم دول هتحس بعمق وراحه نفسيه عاملين ازاي. ده شغل ياباني ده طبعا. زي هنا انك بتلاقي راحه نفسيه وهدوء غير مسبوق، وبتحس ان انت طول الوقت قاعد في محل عطور والدنيا جميله والحياه حلوه للي ايه كده. والميزه الاعظم ان شقتك نظيفه طول الوقت، انك مش حاطط مكان كركبه تحط فيه مكان الكوبايات الوسخه، كله بيروح يتنظف اول باول، انت مش حاطط كراكيب. عشان كده مفكرين. العيب بقى بالنسبه لك لو انت شخص بتحب الحاجات التجميع وبتحب المغناطيسات اللي بتتحط على التلاجة كتير والرفوف اللي مش عارف عليها حاجات كتير، الجبان دي ما بيسمحش بالستايل دوت، وبيقول لك لو انت عندك كراكيب كتير يا هتستغنى عنها يا اما انا هستغنى عنها. وكمان لو مش متوفر عندك ضوء طبيعي بمساحات واسعه، ده طبعا حته اسكندنافي كده، هتحس انك قاعد في مكتبه مهجوره. اسكندنافيان طبعا كان مبني دائما على الفتحات الواسعه للشبابيك والاضاءه الكبيره اللي بتخش منها، فما ينفعش تعمل جباندي او اسكندنافيان حتى في مكان شبابيكه صغيره او معدوم. قول لي في الكومنتات، هتقدر تستغنى عن 80% من الكراكيب اللي عندك ولا مش قادر تخش تجربة الصفاء النفسي وحياة الجباندي والنيهونو اوريجينال ديزاين والحاجات دي. ها كونيتشيوا.